السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. معكم مطبخ رضا البسيط. وصفتنا اليوم عصير لافوكا بالجبن، كيجي رائع بزاف. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا في التعاليق ديالكم الزوينه. انا عاده ما كناكلش الجبن، ولكن ملي كنديرو في العصير ديال لافوكا كيحمقني. غادي ندوز معكم المكونات. عندي لافوكا، السكر على حسب الذوق، عندي تقريبا من 3 حتى 4 المعالق ديال الجبن اللي غادي نضيف، عندي لتر ديال الحليب غادي ندير نصف الكميه، وانتم ديروا الكميه على حساب افراد العائله ديالكم. غادي نقطع الافوكا شرائح، ممكن تفرغوها تقسموها غير في النص وتفرغوها بالمعلقه. غادي نجيب خلاط كهربائي، غادي نوضعها فيه كما كتلاحظوا، وغادي نضيف نصف الكميه ديال الحليب كما قلت لكم في السابق. غادي نضيف 3 المعالق حتى ل4 ديال الجبن. كيجي لذيذ بزاف، كيعطيه واحد النكهه خطيره ما تشبعوش منه. غادي نضيف 2 معالق ديال السكر حبيبات، وانتم ديروا الكميه اللي بغيتو، تيبقى لكم الاختيار على حسب الذوق. غادي ندمج الكل او نخلط الكل، وهذا هو العصير بعد ما جهز لينا. كيجي رائع لذيذ بزاف، خفيف ما تشبعوش منه. جربوه وردوا عليا في التعاليق. ما تنسونيش من الاشتراك في القناة والضغط على الجرس. دمتم في رعاية الله، والى وصفة قادمة ان شاء الله.